طبعا يا جماعه مهما الواحد يروح ومهما الواحد يجي ومهما الواحد يفتكس في اكل جديده وسهله كده وسريعه، برضو بيحن كده للاكل ايه التقليدي، الاكل بتاعنا بتاع زمان ده، شويه كده خضار باللحمه كده او بالفراخ ورز كده. يا نهار ابيض على الجمال والحلاوه. تعالوا كده يا جماعه نستعد ذاكره مع بعض كده. النهارده هنعمل طاجن كده بسم الله ما شاء الله، كوسه باللحمه تحفه، ورز معمر كده. يا نهار ابيض على الجمال والحلاوه. بقالي شويه كتير ما عملتوش فكان وحشني بصراحه. ماشي، ونحلي كمان امال ايه وبشويه بطاطا كده، خطوه واحده كده ما خدوش 10 دقايق على النار، حاجه من الاخر. قبل ما ندخل على الفيديو جبار، لو اول مره بتشوفوني يا ريت تشتركوا معايا في القناه وتنوروني، ولو مشتركين معايا حطوا لي اللايك. يلا بينا يلا بينا. انا معايا كيلو من الكوسه يا جماعه، انا غسلاه مكحتاه وغسلاه ومقطعاه التقطيعه اللي تريح. تمام، انا عايزاه حلقات، عايزاه كده مستطيل اللي انت عايزاه. انا عامله ده وعامله ده على حسب الكوسايه. تمام، معايا الطماطم ومعايا بصلايه. انا دايما بحب في الخضار ان انا اضرب الطماطم مع البصل عشان ما يبقاش باينين. هحط كده الكوسه على طول. هجيب الطاجن اللي انا هشتغل فيه، حله بقى، صينيه، ايه المتوفر عندك اعمليه. تمام، الطريقه دي حاجه كده ني في ني، بتبقى خفيفه جدا على المعده وما بتاخدش وقت معاكي في تحضيرها، وبجد بتطلع حلوه جدا جدا. معلقه سمنه وشويه زيت، ماشي، ورشه من الفلفل الاسود بس رشه كبيره كده محترمه، ورشه من الملح. بس انا كده انا سلقه اللحمه بره. تمام، مش حطاها فيها يعني نيه ولا حاجه، لا انا سلقاها وهضيفها بالشوربه بتاعتها، فخلي بالي كويس جدا لان انا حاطه في الشوربه ملح وفلفل. تمام، بس كده مش اكتر من كده. وضربت الطماطم زي ما انتم شايفين. هجيب بقى كده اللحمه على طول وابدا ان انا احطها بالشوربه بتاعتها. هي كانت كمان الشوربه بتاعتها كانت ايه نسبه صغيره، فانا هفضي كله. تمام، ادي الملح والفلفل واللحمه زي ما قلت لكم اهيت ما شاء الله. ماشي، وبعد كده هبدا ان انا اضيف الشوربه بقى، وتدريجيا كده بالمعلقه هبدا ان انا اقلب كله في قلب بعضه كده. ماشي، وعلى البوتاجاز من فوق. حتى انا مستعجله فمش هدخل الفرن، فاهمه قصدي؟ يا طبعا تبقى تحفه لو دخلت الفرن، بس انا مش هدخلها الفرن، انا هحطها على النار عشان هعمل الرز المعمر في الفرن. تمام كده زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما تخلص خالص لو حابه تديها وش طبعا تحت الشوايه، يا نهار ابيض. ماشي، طبعا عايزه شطه المتوفر عندك واللي انت بتحبيه حطيه. زي الفل اهيت على البوتاجاز كده من فوق، متغطيه كويس مكموره كده عشان تستوي معاكي بكل سهوله. كده اللحمه عندنا مستويه. تمام كده، نسيبها بقى كده ونيجي للرز المعمر بتاعي. الصينيه اللي معايا دي يا جماعه واخده 4 كوبايات من الرز، يعني بما يعادل كيلو من الرز. تمام، انا عارفه كل صينيه عندي معيارها قد ايه. تمام كده، يعني الرز بياخد زي اللبن بالظبط. ده كيلو رز وده كيلو لبن. انا حطيت اللبن خلاص على النار، لازم يبقى مغلي عشان يغلي معاكي بسرعه كده في البوتاجاز وما يغلبكيش في حاجه وما يعجنش منك ولا حاجه. كده انا غسلت الرز كويس جدا. للمعه بقى وان هو يخليهولك مفلفل لازم تحط شويه زيت محترمين كده. ماشي، واحط 3 معالق من السمنه، وبعد كده هضيف له ملح بس فقط لا غير، واقلب كل ده كويس جدا. ادخل الرز في السمنه زي ما انتم شايفين كده اهوت. تمام، بصوا يا جماعه الصينيه بتاخد كيلو من اللبن وكوبايه ميه. اي حاجه يعني انت لو هتعملي حتى 2 كيلو، الصينيه بتاخد عندك كيلو ونص رز، هتضيفي له كيلو ونص لبن وكوبايه ميه زياده. تمام كده، ده عايزه اقول لكم ان ده معيار كويس جدا للرز، مفيش اكتر ولا اسهل ولا اجمل من كده. اللهم بارك. انا حطيت الرز كده الملح، وهقلب كل ده، وبعد كده هروح اجيب اللبن بتاعي. انا حتى ما خليتوش غلي جامد يعني قوي، بس هو كان سخن خلاص. قمت ضايفاه كده على طول زي ما انتم شايفين، وهبدا اقلب كده. ما شاء الله بصوا يا جماعه كيلو رز حلو جدا على الصينيه زي ما انتم شايفين، مش محتاجه ازود لبن تاني. تمام كده، هجيب بقى كوبايه الميه اللي معايا تكون سخنه يا جماعه برده بدرجه حراره اللبن. تمام، وهضيفهم كده وادخلها الفرن. انا فاتحه الشوايه وفاتحه الفرن من قبل ما اشتغل فيه، عشان الرز المعمر بيحب الصينيه الفرن يكون حامي، يطلع معاكي ياخد وشه زي الفل. كان عندي بقى كام بطاطايه كده انا كنت ناسيهم صراحه، فقلت خلاص انا هجيبهم كده وابدا ان انا انضفهم حتى تحسوا ان هم دبلانين كده، بس بجد كان طعمهم حلو جدا زي السكر كده. حلينا بيهم بعد الاكل. هقطعهم كده حلقات، طبعا انا مصبرهم كويس جدا بالليفه، شايله منهم الطين والتراب وكل حاجه. هقطعهم حلقات زي ما انتم شايفين كده اهوت. دي طريقه سهله جدا، مش هتاخد في ايديكي بالظبط على النار ما بين ال10 دقايق والربع ساعه بتبقى البطاطا معاكي مستويه وزي الفل. ماشي، لو فيها اي حته قشره كده مش حلوه ولا حاجه هشيلها زي ما انتم شايفين. اجيب الحله بتاعتي، الصينيه المتوفره عندك دي حله صغيره حطيت فيها ورقتين، اهم حاجه يكون ورق كراسه عندك، ورق زبده اللي متوفر عندك. تمام، يا دوبك بصوا مفيش ربع كوبايه ميه، اقل كمان من ربع كوبايه الميه، واحط معلقتين 3 كده سكر. ماشي، دي بيديها تسكيره كده حلوه قوي.
واجيب بقى الورق من فوق كده، ورق ابيض برده، وابدا ان انا اقفله وادخلها كده كويس جدا من الجناب. تحاول ان انت تكمريها كمره كويس كده كده. انت هتغطيها بالغطا وكل حاجه عشان الورقه تثبت معايا. هجيب نقطتين ميه كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده خلاص الورقه هتثبت معايا لغايه لما تخلص خالص. دخلتها بقى. بصوا يا جماعه البوتاجاز كده ما شاء الله، حتى السكر اللي انا حطيته تحس ان هو بقى عامل زي العسل من تحت كده، حاجه كده تحفه. بصوا يا جماعه سهله وبسيطه وبجد طعمها حلو جدا ومستويه جدا جدا جدا. بصوا دايبه دوب، يعني ما تقوليش ان هي هتبقى نيه معاكي ولا حاجه، لا. الطريقه دي من ايام جدودنا. تعالوا نطلع الرز بقى ونشوف الجمال. بصوا يا جماعه يا نهار ابيض على الجمال. عايزه اقول لكم بجد ان كانت صينيه رز تحفه تحفه بجد، بمعنى كلمه تحفه. انا عامه لما بكون منزله الفيديو بيبقى خلاص احنا اوريدي انا عملت الاكل وكلنا منه، وبعد كده بمنتج الفيديو وانزله، فعشان كده انا واثقه ان انا بقول لكم تحفه بمعنى كلمه تحفه. وصينيه الكوسه دي ما شاء الله الله اكبر كده، اللهم بارك، اتنسفت. اللحمه دايبه دوب، حاجه كده فاخر من الاخر. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ لو عجبتكم الوصفه وكانت سهله عليكم ما تنسونوش في اللايك.